اهلا حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، احوالكم طيبه؟ كلشي في امان الله. داكشي اللي كنتمنى جيتكم اليوم بقصه جديده، كنتمنى انها تلقى الاستحسان ديالكم. الا كنتم من عشاق هذا المحتوى، ما بقى خافي على حتى شي واحد انكم تضغطوا على زر الاشتراك و تاكتيفيو لا كلوش، هكا يوصلكم كل جديد. الا كنتم مستعدين خليونا نبداو. واليوم غادي نمشيو للسويس، في واحد المنطقة راقية، المنطقة ديال بينينغن، فين البوليس غادي يجيهم اتصال انه واحد السيد لقى واحد الجثة في الدار كلها بياس ديتاشي. شكون هاد السيد اللي لقى ديك الجثة؟ ديال من ديك الجثة وعلاش وصلت لديك الحالة؟ هادشي اللي غادي نعرفوه. البوليس كيمشي على وجه السرعة وكيدخل لديك الدار اللي كان فايت سبق ليه وصل ليها. كيوصلوا قدام الميكات اللي قال لهم داك السيد من بعد ما كيكون عرف بالهويه ديالو، وكيمشيو يشوفوا المحتوى ديال دوك الميكات. كيلقاو واحد السيده اللي معروفه البوديوم السويسري، غادي نحط لكم التصويره ديالها هنا. هاد السيده هادي مانكان وعندها اسم معروف في الإعلام كيف قلت لكم السويسري وكذلك العالمي. اليوم كنهضروا على كريستينا جوكسيموفيتش. أجيو نتعرفوا عليها عن قرب. كريستينا جوكسيموفيتش كتعيش في كنف أسرة من أصول صربية. كتكبر كتزاد في سويسرا، كتكبر في سويسرا، كتقرا تما، امورها طيبه. منين غتوصل المراهقه الوالدين والعائله كيدعموها باش انها تمشي في المسار ديال المانكينه، لانها فعلا القوام جميل وحتى المشيه ديالها انيقه الى اخره. فكتسمع بكلامهم واكيد كتاخذ هذا الاتجاه هذا اللي كتولي فيه اسم معروف كيف قلت لكم في البدايه. سنه 2007 كتدي لا بروميير بلاص او لا بروميير دوفين ديال ميس سويس. ثم كتبقى غاديه في هذا المسار هذا، كتبوستي لي فوتو ديالها سور انستغرام، كتشارك التصاور ديالها كذلك على الفيسبوك. المهم انها عندها اتصال مع الجمهور، وهذا كتعجب واحد السيد، كتكون معاه علاقه سميتو مارك. غادي نحط لكم التصويره ديالو هنا. كتطور علاقه الحب ديالهم، كيتزوجوا في سنه 2017. مارك كان حتى هو مقاول كبير، عنده اسم ديالو. كيف ما هي دارت الاسم ديالها وحلات المقاوله ديالها باش تولي تدرب لي فيوتشر مانكان، وغتحلها حتى في البرازيل. انا قلت لكم ان السيده كانت معروفه عالميا والجرائد كتبوا عليها الى اخره. المهم نرجعوا لقصتنا. السيده تزوجات بواحد ولد عائله كبيره ولاباس عليه وكذا وكذا وكذا. عاشت ظروف جد 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 طيبه. 2020 كيتزاد عندها البيبي الاول اللي هي بنوته، وفي 2021 كيتزيد تكمل الفرحه ديال هذه العائله بالازدياد ديال لو بيبي الثاني. هادشي اللي كان باين في الصوره اللي كانت كتحطها دائما كريستينا، يعني في لي ريزو سوسيو الناس كلشي كيشوفوها بخير ولا خير، ولكن العائله كان كيجيوها اصداء انها يعني كيكون عندها مشاكل مع الزوج وكذا وكذا، فدائما كيحاولوا يلقاو ليها تحليل. غادي نوصلوا لسنه 2023 فين كريستينا هي غتولي تفصح على المشاكل ديالها الاصدقاء ولا الصديقات المقربات ديالها والعائله. حتى العائله ديالها الا بغينا نقولوا في الاول كانت ما مرتاحاش للزوج ديالها، ولكن بما ان الاختيار ديال كريستينا وحتى شي واحد ما فرض عليها هذا السيد هذا عفوا، فهي مسؤوله على القرارات ديالها. وكيف قلت لكم راه ظاهريا وكل الوسائل اللي كانت عندها كلها كانت كتبين انها سيده اللي مرتاحه وبخير وعلى خير، ما ناقصها حتى شي خير. نكمل. نهار 14 جويلية من نفس السنه اللي هي 2023 اول مره البوليس غادي يحضروا للدار ديال كريستينا جوكسيموفيتش، لانهم وصلتهم اصداء ان هناك عراك وصداع الى اخره. فكيجيو كيدخلوا على وجه السرعه. هنا كيلاحظوا ان كريستينا جوكسيموفيتش مقجوجه، يعني عندها طراس في العنق ديالها وباين عليها انه كان عراك وكذا، ولكن كريستينا لا تدلي باي تصريح وما كتبغي تقول حتى شي حاجه، وبالتالي ما غاديبوزيش اون بلانت. علاش كريستينا الا با ديبوزي بلانت، ما شهداتش قدام البوليس انها انسانه معنفه وكذا وكذا؟ لانه ببساطه جاها تهديد مباشر من طرف الزوج اللي كان تعدى عليها، وقال لها بصريح العباره انك الا مشيتي حتى تجرأتي ودرتي هذا الشيء هذا غادي تشوفي معايا اخر ايام حياتك. هذا الشيء هذا كيعني شي حوايج اللي مازالين غادي نتعرفوا عليهم. المهم كريستينا من مور هذا الشيء هذا كتكمل الحياه ديالها مع الزوج ديالها، والصوره كذلك كتمشي طيبه وكتبان في الاعلام، كتبان في الواجهات الصحفيه، كتبان في انستغرام، وهذا دائما كتبوستي، يعني الناس ما كيسمعوا عليها الا الخير. وكذلك العائله اطمئنت بان الامور دخلات في نصابها الطبيعيه الى اخره. المهم السيده عايشه الحياه والناس مهنيه عليها. اخر ما صورات كريستينا هو واحد السفر ديالها هي وراجلها، يعني ان فواياج دو كوبل اون تيت تيت، مشاو كيدوزوا واحد الويكاند. وغادي نحط لكم التصاور.
الامور كيف قلنا بين بخير وعلى خير وفرحانين ومستمتعين بوقتهم، ولكن كتجي واحد الصوره اللي غادي كذلك نحطها لكم هنا، فين كتحس بان كريستينا ما كانتش مرتاحه. علاش؟ لانه التصرف ديال الزوج ديالها في الفندق فين كانوا نازلين كان شويه مقزز. ونزيد نوضح لكم اكثر، هذا السيد هذا كان كيهضر مع الناس اللي خدامين وعلى لي كوبل اللي كانوا نازلين تما، واحد الصوره اللي شويه خايبه، وهي بما انها صوره اعلاميه معروفه ما كانتش كترضى بداك التصرف ديالو، لانه كان كيتعامل مع الناس بتعالي، والناس هي كانت محبوبه عند الجماهير كيف قلت لكم، فما كترضاش بديك الصوره اللي كيزيد يحطها الزوج ديالها. المهم غادي يطرا شنآن بيناتهم بزوج، وهنا الزوج غادي يقرر انه يرجع عند بنياته، ولكن هي ما رجعاتش. في نظركم فين مشات كريستينا؟ مولفه لعائلتها انها كتصل بهم كطمن عليهم، غادي تسول على بنياتها كيف قلنا لانها مخليهم عندهم، فما كيجي لا اتصال منها. الاب كيجي كيهز بنياته وداكشي، يعني شي حاجه اللي ماشي هي هذيك. هما كذلك منين جا خدا البنيات ما سولوش عليها فينا هي ولا هذا، جا خدا بنياته صافي الامور طيبه. واحد النهار كيجي اتصال للجد اللي هو الاب ديال كريستينا، كيقولوا ليه من الحضانه اجي تدي بنيات بنتك. كيفاش كريستينا ما جاتش؟ كيقولوا ليه لا راه ما جاتش، اجي لا قدرتي تكلف بهم. ماشي مشكل، السيد كيمشي كيف قلت لكم كيجيب بنيات بنته وكيوصلهم للدار. منين كيوصل كيلقى السيد باهم كاين. من المفروض الحضانه خاصها تعيط للاب، ما كيدخلش هو في لي ديتاي وهذا، غير كيسول على بنته فينا هي. يقول ليه واش عندك عليها شي اخبار؟ حنايا راه من داك النهار اللي كنحاولوا نعيطوا ليها راها ما كتجاوبناش. قال ليه لا واقيلا تكون مشات غير ضرب دوره وديك الشيء راك عارفها، بعد الخطرات كيتزير عليها الشغل وهذا. المهم راه غتكون مشات غير هنايا وغادي تجي. داكور. كيقول لها هاتي اش غدير؟ اجي الليل تعشى معنا وهذا انت والمدام وكذا. داكور، العائله انا كتفق انها غادي يتعشاو اونصومبل. الاب ديال كريستينا ملي كيوصل عند الام ديال كريستينا كيقول لها اودي انا راه وصلت لقيت كريستينا ما كايناش عندك. هادو زعما يكونوا عاوتاني قربلوها وهذا. السيده كتحس براسها مخنوقه، بنتها ما كتجاوبهاش في التليفون ودابا ما كايناش في دارها، يقدر يكون طاري شي حاجه. كيقرروا كيف ما كان متفق عليه انهم غادي يمشيو يتعشاو. كيوصلوا للعشاء كيشوفوا البنيات كيلعبوا وكذا والامور طيبه، ولكن كريستينا ما كايناش ومازال ما عطات حتى شي خبر. الام كتقرر انها تعيط للشرطه. كيقولوا لها السيده ماجور ما عندناش الحق نديروا حتى شي تحرك، دابا تجي على خاطرها، الا قررت انها تمشي بوحديتها راه حنا ما غاديش نفرضوا عليها انها تولي. منين كيجي هذا الرد من البوليس كيشوفوا ان الزوج يعني ما منفعل ما مبين حتى شي حركه. هما كاباء راه الدم غالي فيهم، فخاصهم يعرفوا بنيتهم فينا هي، لانها ماشي ديال هذا النوع من التصرفات. منين سافرات ما عيطات ودابا مازال غايبه وما جاتش وكيفاش الليل طاح وهذا، خاصهم يفهموا. فالاب كيتحرك كيمشي في واحد الكولوار فين كاينه اون بيوندري، واحد البلاصه اللي غيكونوا مجموعين فيها لي ماشين لافي لو سيشلانج الحديده هذا. من بعد ما كيكون داز على غادي نقولوا بيوت هذا، كيشوف ان الدنيا بخير وعلى خير. هنا منين كيدخل لهاد لا بيوندري كيشوف شي حوايج اللي من المفروض ما خاصهمش يكونوا تما. مثلا الا قلت لكم بلندر ميكسر، واش خاصو يكون تما؟ كيلقى ميكسر. ما حدو كيزيد يلقى شي حوايج اللي ما عندهم كيف قلت لكم ما يدار. كيلقى اون سي الكتريك. غادي نحط لكم التصاور. هذا اش كيدير هادشي هذا هنا شويه كتبان ليه في واحد الركنه كيبان ليه الاكياس البلاستيكيه شرف الله وقدرها بحال شكل د القمامه. ويلي هادو شنو جامعين هنايا؟ كيبان ليه الشعر مدلي من واحد الميكا. كيتفزع اللون ديال الشعر ديال بنته، راه عارفو كيفاش الشعر هنايا مدلي. واش بوبيه هذه؟ فكيف قلت لكم الغريزه الانسانيه والابويه اللي فيه غتخليه انه يمشي لهذيك الميكا وغادي يحل. وهنا كيكتشف شي حاجه اللي حتى واحد فينا ما غيبغي يشوفها ولا لا يقدرها على شي واحد. كيلقى الراس ديال بنته مقطع ومحطوط في الميكا. كيجي كيدفع الباب كيف قلت لكم ديال لا بيوندغي اللي هو على شكل كراج، وكيوقف اول طوموبيل دايزه وكيغوت يعني اعلى ما فيه. كيقول لهم اتصلوا بالشرطه. وهنا كيف شرحت لكم كيجي الاتصال بالشرطه باش غادي يجيو يكتشفوا. اول واحد مشكوك في امره هو اكيد الزوج كيف عرفتوها. منين كيوصل البوليس كيف قلت لكم راه غيشدوا الزوج هو الاول اللي كيشوفوه مهدن السيد، ما خايف ما موتر ما مخلوع. نورمالمون الزوجه ديالك اللي هي الام ديال الاطفال ديالك راه خاصك انت تكون انت الاول اللي غتهول عليها، عاد داك الساعه غادي تعلم الاباء. هو كيتصرف باريحيه وكأن شيئا لم يكن. كيبقى السيد راه الاعتقال، لان هنايا معترف نسبيا انه هو اللي دار، ولكن كيبغيو يفهموا الاحداث كيفاش طرات وكذا. اول حاجه غادي تصدمكم هي الوقيته ديال وقوع هذه المصيبه هذه ولا هذه الكارثه. السيد كان شاعل التليفون ديالو كيتفرج في اليوتيوب ومهدن وبخير يعني، وكيدير ديك الخدمه ببرود تام، ما كاينه حتى شي حاجه كتحرك فيه. وهذا الشيء هذا اللي اكدوا عليه كذلك الاطباء النفسيين اللي كانوا كيجيو يفهموا لو جاست ديالو علاش داروا. في التشريح الطبي كيبان على ان الجاني قتل الزوجه ديالو اولا عن طريق الخنق، يعني استعمل يديه
وبقى بارك عليها حتى فارقت الحياة. من بعد كيجزئها كيف شرحت لكم، وكيدير كل جزء منها في ميكا، فما كيهناليش الخاطر، كيولي يقول انه خاصو يمسح ملامح الجريمه ويعلن على انها مختفيه ربما في وقت لاحق. فكيشد كل جزء منها. كاين الاجزاء اللي كيدوزهم في الميكسور بلندر، وكاين اجزاء اللي كيدوزهم في مواد كيماويه خطيره جدا اللي كتساعد على الذوبان، بحيث ان الملامح ديالها يعني الاجزاء من الجسم ديالها اولا من الجثه ديالها ما بقاوش كيبانوا في هذاك المحلول اللي كانوا لقاو. وكانوا اكدوا على حاجه وحده، هي انه حتى لي زارتيكولاسيون ديالها، يعني واش دار ببساطه باش نكون واضحه معكم، فك اللحم على العظم، وحتى العظم كاينين اجزاء اللي كندوزهم في ديك لاسي الكتريك، المنشار اللي كيستعملوا الناس في تقطيع الخشب هو استعملوه في تقطيع الجثه. اذا هنا ما نقدروش نكونوا كنهضروا على حب افلاطوني او لا شي حاجه وحده اخرى، لان السيد كان عارف راسو شنو كيدير. نكملوا القصه ديالنا. واكيد بغيتكم تسمحوا لي على بشاعه المنظر، ولكن انا مضطره نعاود لكم القصه باش تفهموا اللي جاي. لي بسيكولوج اللي كانوا تعاقبوا عليه ويفهموا هذا الشيء هذا ديالو شنو هو، كاملين اجمعوا على انه انسان سادي، انسان كيا دي تري ساديك، انسان اللي غادي نقولوا عليه سوسيوبات، بمعنى انه ما يقدرش يجلس في وسط جماعه ديال الناس، انسان اللي ما كيعرفش يعبر على لي سونتيمون ديالو، فكيف له ان يكون عائله وحنايا غادي نخليوه عايش فيها وكذا وكذا. كيف قلت لكم ركزوا على النقطة أنه إنسان غير مختل عقليا، وبالتالي إلا جينا نقولوا راه غادي يتحاسب قدام القانون. ولكن قبل ما نوصل للمحاكمة لابد أنني نوضح لكم واحد النقطة اللي جات وضحتها كذلك إحدى الصديقات ديالو، اللي قالت حتى هي أنه فعلا إنسان غير طبيعي، إنسان سادي ببساطة. ما غاديش نقولوا أنه مختل، وإلا يعني غادي نخرجوا شي حوايج اللي مازال غادي نوضحهم لكم. قالت أنه واحد النهار داز على رجليها بطونوبيل من بعد ما كان هددها أنه غادي يديها في لوطوروط وربما يلوحها من طونوبيل وكذا، فقررت انها توقف من بعد ما كان دار واحد السلسله ديال التعذيبات وكذا وكذا وكذا، فقررت انها توقف معاه العلاقه. وهنا كنتعرف على كريستينا، وكيف قلت لكم التسلسل ديال الاحداث جا في القصه. دابا خليونا نعرفوا القانون السويسري شنو كيقول في القضيه ديالو، واش هذا الانسان غادي يتابع بهذا الفصول او لا بدوك. المهم نفصلوا اكثر. قبل ما نوصلوا للمحاكمه مازالين غادي نهضروا على البحث، فين كتجي احدى الصديقات ديالو اللي كانت كتعرفوا سنه قبل ما يتعرف على كريستينا، واللي غادي تقول انه كان كذلك تمادى في طريقه التعنيف ديالو لها، وهذا واخر ما دار معها هو انه واحد النهار بغى يلوحها من الطوموبيل، واخر حركه دارها معها هو انها هي كانت يلاه نزلت من الطوموبيل من بعد شجار وعراك عنيف داخل السياره، فمن كتجي تنزل كيدوز لها على رجلها بالرويضه، كادت أن تفقد رجلها وكادت أن تصاب بعها مستديمة. ثم كتجي إحدى الصديقات ديال كريستينا اللي كتقول أنها كانت باغية توضع حد العلاقة ديالها بينها وبينه، يعني كريستينا كانت باغية تطلب الطلاق، وبما أنه عرف هذا الشيء هذا ربما قرر أنه ينهي العلاقة ديالو معها بهذه الطريقة العنيفة. علاش كريستينا باغيه تفارق من غير اننا غنهضروا على العنف ديالو؟ كانت واحد النهار حصلاتو كيتعاطى، وهذا الشيء هذا اللي كان غادي نقولوا النقطه التي افاضت الكاس، شي حاجه اللي ما كانتش باغيه تشوف بنيتها ولا تخلي بنيتها يشوفوها ويعرفوها ويترباو فيها. من حقها انها تطلب طلاق، ولكن هو هذا الانسان المريض نفسيا ما تقدرش تعيش معاه كيف شرحوا الاطباء، وكيف قلنا هذاك النوع ما كتقدرش تقول ليه لا، كيبغي دائما هو اللي تكون عنده الكلمه الاخيره. نكملوا ونمشيو دابا للمحاكمه. غادي تسولوني على الحكم، غادي نقول لكم بانه لحد الساعه لم يتم النطق بالحكم على هذا السيد هذا، ولكن اون اتوندون ان المحكمه تدلي به، غادي نقول لكم ان المحاميين ديالو كيحاولوا ما امكن يبينوا للمحكمه انه السيد وقع عليه ما يسمى بالاليناسيون مونتال، بالجنون وقت ارتكابه او وقت وقوع ذاك الجرم. وهذا الشيء خطير بالنسبه للقضيه ديالنا، لان ديك السيده ببساطه غادي تمشي على عينها بابا والسيد ما غاديش يتعاقب. وما دمنا كنهضروا على القانون السويسري غادي نقول لكم انه اذا ما تم عاوتاني وقالوا ان هذاك القتل كان غير عمد وكذا، ممكن ان السيد يتحاكم ب3 سنين. واذا ما ثبت العكس وقالوا ان السيد تعمد انه يقتلها، يعني الحد الاقصى ديال الحكم ديالو غادي يكون 20 عام. في نظركم واش هذا السيد غادي ياخذ الحد الادنى او الحد الاقصى؟ في نظركم واحد السيد اللي جز وخبى وكذا 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 شنو غادي ياخذ، وشنو تقدر تشوف المحكمه من بعد ما كيف قلت لكم تعاقبوا عليه الاطباء النفسانيين وكذا وكذا؟ واللي اخطر من هذا الشيء هذا كامل هو انه السيد كيف شرحت لكم وقالوا الاطباء انه مانيبيولاتور، يعني يقدر
يلعب على القضاء وكذا بشتى الوسائل لأنه ممثل بارع. يعني أنه في وقت سجنه اون اتوندون أنه يخرج الحكم يقدر يتعامل بطريقة زوينة وكذا وكذا، وحتى إلا كانوا غادي يحكموا عليه ب20 عام بحسن السلوك وداك الشيء غادي يهبطوا ليه من المدة السجنية. بهذا غادي نكون وصلنا للنهاية ديال هاد الفيديو اللي كنتمنى من كل قلبي أنني نكون توفقت في السرد ديالها. اخر حاجه بغيت نقولها هي انه اكيد انا كنشكركم الا كنتوا وصلتوا معايا حتى لهاد الوقيته هادي، وغادي نقول لكم الله ينجينا وينجيكم من شر الخلق.